انا زهقت وقرفت من البيزنس. اكتر جملة بنسمعها في الوقت الحالي وخصوصا مع الظروف دايما اللي بنعدي بيها. بيبقى قدامنا 3 حلول نقدر ان احنا نروح لها علشان تبطل تتعب من البيزنس. الحل الاول ان انت تروح للمسكن او البنادول، والحل الثاني ان انت تروح للمضاد الحيوي او الانتي بايوتيك، والحل الثالث الجذري ان انت تروح للعملية. واغلبنا بنروح طبعا للبنادول زي ما اتعودنا ان احنا مادام البيزنس ما بيخسرش وانا تعبان فخلينا ناخد البنادول وخلينا ناخد المسكن ولغايه لما الدنيا تتحسن لوحدها او يحصل حاجه تخلينا ان احنا نكسب وفره شويه. لكن في الحقيقه ده ما بيحصلش، وبالتالي بنضطر نروح للمضاد الحيوي او الانتي بايوتيك، واللي فيها بقعد اسكت نفسي واصبر نفسي واقول انا مفاتح بيوت ناس، انا بعمل بيزنس بساعد بيه الناس، انا عامل شغل كويس، انا وبالتالي بفضل اخد في مضاد حيوي وشويه وارجع للبنادول وارجع تاني للمضاد الحيوي، لكن بتفضل المشكله ما اتحلتش وبفضل اضحك على نفسي مع الوقت. وده اللي بيخلينا في الاخر نروح للحل الثالث والحل الجذري اللي هو العمليه ببساطه جدا انك تشوف البزنس بشكل مختلف. يعني ايه بشكل مختلف؟ يعني تشوف ان البزنس ده انت محتاج اصلا تخرج منه، محتاج الكاليبرز يخرجوا منه، محتاج تبني بزنس سيستم. هو ده الحل العملي الحقيقي، هو ده العملية اللي انت مأخرها سنين وسنين، وهو ده اللي معطل ان البزنس يروح لجروث ويروح لنمو. العملية ببساطة انك تبني بزنس سيستم، وانك تبني بزنس سيستم مش للبزنس بس كله، لا ده كمان لكل قسم عندك في الشركة، وكل قسم يكون ليه تارجتس ويكون ليه KPIs ويكون ليه ادوات قادر بيها تقيس نمو البيزنس بغض النظر عن مين اللي ماسك القسم ده. العمليه مش محتاج ان انت تاخرها اكتر من كده، وكفايه مضادات حيويه وكفايه بنادول.